السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أينما كنتم مرحبا بكم مجددا في برنامجكم قوارير. سوف نتحدث اليوم عن حلقة مهمة جدا، ألا وهو المرأة والدعوة إلى الله. كيف تكونين داعية إلى الله وكيف تجعلين حياتك كلها في سبيل الله. إذا ننتقل معنا أو نستضيف معنا الأستاذة الضيفة الدائمة الأستاذة برهان خديجة، لايف كوتش ومستشارة أسرية. مرحبا بك أستاذة خديجة. أهلا وسهلا فيك يا أستاذة نورة، حياكم الله. حياكم الله. أين يكمن دور وأهمية المرأة الداعية إلى الله؟ طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية المرأة إجمالا يعني في الإسلام هي لها دور عظيم جدا، يعني في مسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو هذا دور أساسي وليس اختياريا، لأن الدعوة إلى الله مفهوم واسع جدا، وهو حمل فكرة الإسلام تطبيقا في واقع الحياة، انطلاقا من حياتنا الشخصية إلى الحياة العامة، وهذا يكون دائما موجود في حياة المرأة اليومية، سواء مع أهلها وأسرتها وأثناء تربية أبنائها، وبالمقدمة أثناء تربية نفسها والتعامل معها، لأن هذه هي السمة الدائمة لها بصفتها امرأة مسلمة. صحيح. والمرأة المسلمة بين الأمس واليوم كيف ترينها؟ بين الأمس واليوم في مجال الدعوة إلى الله قصدك؟ نعم. المرأة أساساً يعني في بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم تولت حمل الدعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولم يكن الأمر متروكا للرجال، فكانت تقدم هذه الخدمة أو هذا العمل من خلال واجباتها كزوجة، أداء ما عليها في هذا الزواج، ومن أثناء تربية كمان الأبناء وأثناء التعامل مع الناس. هذا كان دورها الأساسي الذي تعيش من أجله وبه في حياتها، فلم تكن مستقلة وترى أنه دور منفصل. أما في الواقع الحالي مع الأسف الشديد ابتعدت كثيرا المرأة عن هذا الدور الذي يجب أن تقوم به بشكل رئيسي في حياتها، وانشغلت وأصبحت منغلقة في دائرة ثابتة، إما أن تكون زوجة وإما أن تكون ابنة وإما أن تكون أختا، وأصبح هذا المفهوم المرأة الداعية هو مفهوم مخصص لبضع نساء أو بعض النساء اللاتي قررن أن يخوضن مسألة الدعوة إلى الله. فأصبحت مسألة المرأة الداعية الآن متأخرة جدا، يعني أصبحت يعني على عاتق بعض من النساء وليس كل النساء مع الأسف الشديد. طبعا السبب الأساسي في هذا هو تخلي المرأة عن هذا الدور، ثم تباطؤ أو ابتعاد المرأة عن مسألة طلب العلم الشرعي أو العلم النافع الذي تنهض به أمتها ونفسها وأهلها ومن حولها، فأصبح كما قلنا هو مخصص لفئة معينة من النساء. صحيح. وكيف نستطيع أو نرى أن أمهات المؤمنين كانوا يمارسن الدعوة إلى الله؟ أمهات المؤمنين بشكل طبيعي جدا كنا يمارسن هذا الأمر داخل البيوت. في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة المسلمة أم المؤمنين تقوم بهذا الأمر من خلال ما تتلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسمعوا الوحي وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتعلموا العلم اللازم لهم في حياتهم، دون أن تقول مثلا أنا سوف أحمل هذا العلم، يعني بدون تكلف كانت تقوم بهذا الأمر. وكانت النساء المسلمين عندما يأتينا يستشرن أو يسألن عن أمر لا يذهبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بشكل بديهي جدا وطبيعي كنا يذهبن إلى أمهات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبهذه الطريقة كانت ممارسة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه وجود الأمهات المؤمنين في داخل بيت النبي كان هذا أدعى للتعلم واللي هو التفقه في الدين، فحملوا هذا الأمر أيضا إلى النساء. فقليل جدا حتى في السيرة نسمع أن النساء ذهبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتينه في أمر أو يستشيرنه في أمر، وخاصة فيما يخصهن في حياتهن كنساء وكأمهات وكمربيات. ما هي الصفات التي تلتزم بها الداعية؟ أبرز وأهم الصفة هو الصدق طبعا، يعني يجب أن يكون الإنسان أساساً صادقاً بغض النظر هو داعية أو ليس داعية، أن يكون صادقاً مع ما يحمله، مع ما يتبناه، مع ما يؤمن به. فهذا الصدق يفتح عليه آفاقاً أخرى في مسائل التعلم، سواء التعاملات أو التعلم أو نقل العلم أو تعليم الناس. بغير هذا لا يمكن أن يبدأ أي بداية صحيحة. ثم يتلو ذلك العمل،
طلب العلم النافع، سواء كان علم دنيوي سواء كان علم شرعي، المهم العلم الذي يخدمه كشخص مسلم سواء كان رجل أو امرأة. بدون الصدق وبدون العلم لا يأتي العمل، لأنه هؤلاء الشيئان الأساسيان هما اللذان سوف يسيران سلوك الإنسان بما يحمله من أفكار في الاتجاه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. ولماذا يجب أن تبقى المرأة الداعية في دورها اليوم مثلما كانت أمهات المؤمنين؟ أساساً الآن يعني بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً، فطوبى للغرباء، وهذا ثغر عظيم من ثغور الإسلام. إذا اليوم المرأة لا تقف في هذا الثغر العظيم وتسده بنفسها، فكل جهد سوف يقوم به الرجل سواء كان يحمل الدعوة أو لا يحمل الدعوة سوف يكون جهداً ناقصاً، لأن المرأة على ثغر البيت، ثغر الأبناء، ثغر الزوج، ثغر العائلة، ثغر العلاقات الاجتماعية. فكلما كانت هي قوية وذات علم ودين وفهم وإدراك تستطيع أن تسد هذه الثغور وتقف مع الرجل بجانب الرجل للمحافظة على هويتنا الإسلامية أو ديننا العظيم. كما قلنا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وغربة الإسلام بالفعل بدأت ونحن نراها الآن. والحرب أساساً على الإسلام بدأت منذ وقت طويل جدا، لكن الآن أصبحت موجهة إلى الأسرة، وإلى الأسرة من خلال المرأة. فهي المرأة الآن هي المستهدفة، فيجب أن تكون مدرعة بالعلم الشرعي والعلم النافع والفهم والإدراك لهذا الواقع. ماذا إذا كانت المرأة المسلمة اليوم تعيش في بلاد الغرب؟ كيف يمكنها أن تكون أو تمارس الدعوة إلى الله؟ هذا لا يؤثر كثيرا. تعيش في بلاد الغرب، تعيش في وسط المسلمين، هي تحمل فكرة الإسلام، مفهوم الإسلام في واقع الحياة كتطبيق له. بالعكس في بلاد الغرب تطبيقه أعتقد يعني أنه سوف يكون أسهل، لأن الواقع هو واقع كفر وإسلام. فعندما نتعامل مع هذا الواقع يكون أسهل لنا. هؤلاء مثلا دينهم الكفر أو دينهم النصرانية أو دينهم ما يكون، هم يقومون بهذا منطلقين من دينهم من عقيدتهم، ونحن مسلمون. أما في البلاد العربية فأصبح الموضوع شائكا ومتداخلا مع بعضه البعض ومربكا، لأنه أصبح الآن من يحملون صفة الإسلام أو أنهم مسلمين يمارسون أو يتصرفون بسلوكيات هي سلوكيات كفر أو سلوكيات شرك أو سلوكيات محرمة، فأصبح الأمر مربكا. فليس إذن صعبا على المرأة في بلاد الغربة أن تمارس هذا الأمر، ويجب أن تمارسه كي تحافظ على دينها وعلى أولادها. في النهاية الله سبحانه وتعالى سوف يسأل يعني ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فعندما الله سبحانه وتعالى قال هذا الشيء لم يقله إنه يجب علينا أن نهاجر إلى بلاد الكفار، إنما نهاجر في المكان الذي نأمن فيه على ديننا أول شيء، ثم على أنفسنا، وليس بالعكس على أنفسنا ثم ديننا. صحيح. وكيف يمكننا أن نعرف كامرأة أنها يمكن أن تكون داعية إلى الله أو يجب عليها أن تكون داعية إلى الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. مجرد أن تتعلم المرأة علما نافعا في أمر ما يجب أن تحمله إلى الأخريات أو إلى الآخرين. بمجرد أن تبدأ بهذه الطريقة هي تستمر في عملية التعلم، فكل عملية تعلم هي نقل لما تم تعلمه لممارسته في الحياة. لذلك إطلاق لفظ الداعية هو تأطير أو تسمية مؤطرة هكذا محددة، وهو لفظ فقط، لكن المقصود فيه كيف نستطيع نحن نطبق فكرة الإسلام في واقع الحياة. لذلك هو المبدأ يبدأ ببلغوا عني ولو آية. مجرد أن تتعلم شيئا معينا وتطبقه في واقع الحياة تبدأ بنقله تطبيقا ثم تعليما للآخرين. هل يمكن أن نقول أن هناك داعيات إلى الله أخذنا هذه الصفة لقلب الدعوة ولقلب همها هذه الأمة، وهناك من أخذنا هذه الصفة لأجل البرستيج إن صح التعبير؟ والله أعتقد أن المهمة صعبة جدا فلا أعرف بالضبط تحديدا لجواب هذا السؤال، لكن يبدو أنه هكذا وهكذا. إذا كان الإنسان همه هذه الأمة العظيمة، همه هذا الإسلام، همه المسلمون، فإنه لا ينتظر وصفا لما يقوم به، فيقوم بهذا الأمر بدون أي شيء. فهناك أيضا من يدخل في هذا الأمر بالفعل ممكن من باب البرستيج والتسمية، لأنه يجد مكانة عند الناس، تقديس، تعظيم، احترام،
التبجيل بهذه الكيفية. لكن الله سبحانه وتعالى يميز يعني الخبيث من الطيب في هذه الأمور، فالنفس تعرف، النفس الطاهرة المؤمنة تعرف من هذا ومن هذا. صحيح. شكرا لك أستاذة خديجة برهان. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، لكن سوف نأخذ فاصل قليل ونعود إليكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا، ما زلنا نتناقش حول دور المرأة المسلمة في الدعوة إلى الله. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في برنامجكم قوارير. عدنا إليكم بعد الفاصل في حلقة عن المرأة المسلمة ودورها في الدعوة إلى الله مع الأستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية ولايف كوتش. مرحبا بك مجددا أستاذة خديجة. أهلا وسهلا فيك أستاذة نور، حياكم الله. حياكم الله. أستاذة خديجة، قبل الفاصل كنا نتحدث عن المرأة المسلمة ودورها في الدعوة إلى الله. تذكرنا أيضا نقطة مهمة جدا، ألا وهو الداعية إلى الله من قلب صافي ونية صافية إلى الدعوة إلى الله، وأيضا هناك من تأخذ هذه لغرض دنيوي. أكيد الطيب بين عند الله والخبيث بين عند الله، ونحسب إن شاء الله أننا كلنا طيبين عند الله في دعوتنا إلى الله. ما هي التحديات التي تواجهها المرأة المسلمة في الدعوة إلى الله في الوقت الراهن؟ في الوقت الراهن تواجه تحدي كبير جدا، مسألة الثقة، لأن المرأة أول شيء تحتاج أن تثق بنفسها، وتحتاج أن تثق بما تعلمته وبما تستطيع أن تقدمه وبما تستطيع أن تفهمه وتدركه. فهذه الثقة تستمدها مع الأسف الشديد من المجتمع ومن حولها، لذلك تجد إثبات نفسها في هذا الأمر عملية شاقة جدا، إلا من رحم الله من النساء التي يتعلمن هذه العلوم الشرعية أو العلوم الدنيوية النافعة لأنفسهن، فهن لا ينتظرن أن يأخذن شهادة من الناس أنهن يصلحن أو لا يصلحن. فهذا أعظم تحدي تواجه المرأة. ثم بعد ذلك قبول المجتمع لخروجها أو لتعاملها في مسائل الدعوة، لأن هذا المكان في الواقع الحالي بالذات كان شاغرا أو كان مليئا دائما بالرجال، يعني النساء لم يكونوا يقتربوا منه لأنه خاص بالرجال. طبعا هذا الدور الذي أخذوه الرجال لم تستطع النساء أن تنافس عليه أو أن تدخل فيه. الآن هذا التحدي بدأ قليلا قليلا يتراجع بسبب قوة العلم الذي تأخذه المرأة، بسبب ما اكتسبته من الثقة بما تعلمته، بقدرتها أنها تستطيع أن تفهم الأمور الدينية والأحكام الشرعية، وتستطيع أن تعلم النساء. أصبحت تخوض فيه، وما زالت أيضا تواجه نفس التحدي في مسألة الثقة. لكن الآن هم النساء يشككوا في بعضهم البعض مع الأسف الشديد. بعض النساء يشككوا في بعض النساء أنها تستطيع أن تعلم أو أن تكون داعية أو حاملة للدعوة، وهذه أيضا إشكالية من الإشكاليات. لكن إثبات المرأة الآن لنفسها في هذا المجال يأتي من خلال العلم فقط، والله سبحانه وتعالى يثبت الإنسان الصادق في هذا الأمر. صحيح. من أين أيضا نستطيع أنه نأخذ العلم الشرعي الذي يمكننا أن نقول أنه نبدأ به في الدعوة إلى الله؟ والله أستاذة نورة، هذا السؤال شائك. بعض الأحيان يقال أنه يجب أن تتعلمي تعليما أكاديميا حتى تكوني تستطيعي أن تعلمي الآن الناس علما شرعيا أو العلوم الدينية، وأنا أختلف في هذا الرأي قليلا. من ناحية ماذا؟ إذا كنت أعلم الناس شيئا محددا في الإسلام أو في الدين الإسلامي، نعم أحتاج أن أتعلم تعليم أكاديمي. لكن اليوم أنا حتى أتعلم الأحكام الشرعية والعلوم الشرعية بمفهومها البسيط الذي أستطيع تطبيقه في واقع الحياة، يبدأ من خلال أسئلتي أنا ما الذي يدور في حياتي، وأحتاج أن أعرف الأحكام الشرعية المتعلقة به، نظرة الإسلام، رأي الإسلام في هذا الأمر، ما يهمني أنا. إذا فهمت أو حصلت على الإجابات لما يهمني ولما يثير تساؤلاتي، وحصلت على الإجابات المقنعة للعقل التي تملأ قلبي اطمئنانا، أحملها وأطبقها، هذه الإجابات أطبقها في واقع حياتي. ثم بعد ذلك أحملها لغيري من النساء، لعلمي أن النساء عندهم نفس التساؤلات ونفس الهواجس في مسألة التعلم. بهذه التساؤلات البسيطة والبحث عن الإجابات لها يبدأ العلم يتراكم،
يصبح تراكميا يعني، فيخرج من مسألة الدراسة الأكاديمية. لا نقلل منه، لكن ليس هناك داعي أن اليوم عندما نتحدث في موضوع ما في أمور الأسرة مثلا، مفهوم الأسرة في الإسلام، أنه ما نوع الشهادة العلمية التي تحملينها حتى تتكلمي بهذا، وهذا خطأ طبعا يعني. لكن لأن الناس لا يفهمون أن التعليم الأكاديمي جاء لتحديد مسار معين في أمر معين أو في علم معين فقط. أما في أمور الحياة العادية جدا والعامة والتعاملات، هذه هي مسألة تراكمية. أسئلة عندي أبحث لها الإجابة، إذا وجدت أن هذه الإجابة تقنع عقلي وتملأ قلبي اطمئنانا، أطبق هذه الإجابات في حياتي ثم أحملها إلى الآخرين بهذا الشكل. هناك الكثير من النساء أو النساء المسلمات اليوم بحثنا عن مراكز ومعاهد وأكاديميات لتخريجهن كمرأة داعية، يمكن تذكر لنا بعضا منها أو أين يمكن أن يجدن هذه المراكز؟ والله الآن ما شاء الله تبارك الله عبر الأونلاين متوفر الكثير، مثلا منصة زاد، المنصات الراجحة للتعليم القرآن الكريم مثلا. هو في الغالب يبدأ من معاهد حفظ القرآن الكريم ثم ينتقل بعد ذلك إلى مسائل تعلم العلوم الشرعية. كان في السابق يعني عبارة عن جامعات أو أكاديميات، أما الآن ما شاء الله تبارك الله عبر الأونلاين أصبحت الأمور كلها أسهل بكثير في هذا الجانب. وأيضا حينما ذكرت هذه نقطة العلوم الشرعية وبداية بالحفظ القرآن الكريم، هل تشترط أن تكون مرأة داعية حافظة لكتاب الله كاملة لكي تستطيع أن تلج إلى حافظة صعب يعني ليس كل امرأة عندها القدرة على الحفظ، لكن كثير من النساء عندهم القدرة على الفهم. ففي وجهة نظري يعني أعتقد أن شرط الحفظ هذا ليس صحيحا، لأنه صعب جدا تحقيقه. هناك من عنده القدرة على الحفظ، هناك من ليس عنده القدرة على الحفظ. وإجمالا أساسا حفظ القرآن الكريم ليس واجبا، فاشتراطه في هذا الأمر هو تعسف فقط يعني وتضييق يعني. فبالتالي المفروض أن يكون عندها القدرة على فهم القرآن الكريم بشكل صحيح، قراءته بشكل صحيح، استخراج المعاني العميقة في استخراج الفوائد. هذا هو المطلوب وليس حفظ القرآن. ربما تحفظ القرآن الكريم، لكن ما الفائدة إذا لم تستطع أن تفهم القرآن الكريم وماذا يقول الله سبحانه وتعالى في واقع حياتها؟ صحيح. هناك صورة نمطية معينة نقول للمرأة الداعية إلى الله عليها تكون في إطار معين، تلبس ملابس معينة، لها شيء معين، قدسية معينة. يمكن الكثير من النساء المسلمات اليوم لا يمتلكن هذه الدرجة مثلا، فتتراجع عن دورها إلى الدعوة إلى الله وتقول أنا لا يمكنني أن أتحدث عن الدين، لا يمكنني أن أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ولو بآية لأنني لست في ذلك الإطار. ما رأيك في هذا الموضوع؟ هذه مشكلة كبيرة جدا، لأنه في الحقيقة المفروض أن لا يحدث ذلك، لكن كما قلنا أن المجتمع أصبح يؤطر كل شيء، لذلك حتى أطلق لفظ الداعية إلى الله. حمل الدعوة أو حمل الإسلام هذه مهمة يقوم بها كل المسلمين. بلغوا عني ولو آية معناها أنني أستطيع أن أعلم الناس، حتى لو كان إنسان في ذنب، حتى لو كان يرتكب الذنوب لكنه يعلم علما نافعا، ينبغي أن يعلم الناس لعل الله أن يرفع بهذا العمل الصالح ذلك الذنب الذي لا يستطيع أن يتوب منه. ثم الشيء الثاني في مسائل مثلا المرأة، وهذا نسمعه كثيرا، لست مؤهلة أو أن طريقة لباسي أو أن هذا تعطيل. العمل هو لله سبحانه وتعالى وليس للناس، لذلك كل واحد ما يستطيع أن يقوم به في حمله دعوة الإسلام يجب أن يقوم به حتى لو كان مقصرا، لأنه هذا المفهوم هو الذي جعلنا نتراجع، وهذا هو الذي جعل الإسلام يعود غريبا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بدعوة الإسلام جاء والناس مشركون يعبدون الأصنام عند الحرم، وعندما أسلموا وهو عندهم ذنوبهم وسلوكياتهم الخاطئة، لكنه جاء لكي يصحح هذه السلوكيات من خلال تصحيح وتغيير التفكير. لكن طبعا لا نقلل من مسألة أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى في واقعنا الحالي هو قدوة، لكن يجب أن يكون في البداية هو قدوة لنفسه، لأن علاقته بالله سبحانه وتعالى، فبالتالي انضباطه والتزامه بالأحكام الشرعية سواء في اللباس سواء في التعاملات بما يستطيع وبما يقدر عليه دون أن يفعله من أجل الناس. هذا هو المهم. الناس ترى الآن القدوة وترى السلوك قبل أن تسمع الكلمة، وهذا مهم جدا. جميل جدا. إذن كما قلنا سابقا أن المرأة الداعية إلى الله يجب أن تكون هي
في كل حالاتها تدعو إلى الله في كل سنين عمرها. الفتاة الصغيرة، المراهقة، الكبيرة في العمر، المتزوجة، العزباء، العاملة، الماكثة في البيت. فكيف يمكن أن تمارس المرأة الماكثة بالبيت دورها في الدعوة إلى الله؟ المكوث في البيت هذه أعظم وظيفة تقوم بها المرأة اليوم أكثر من خروجها من المنزل، فهو ليس تقليلا من شأنها ولا من قدرتها، بالعكس دورها الأساسي في الحياة أن تبقى في البيت. بقائها في البيت، طبعا تم تشويه هذه الفكرة وتقليل من شأن من تبقى في البيت. التي تبقى في البيت هي باقية في هذا الثغر العظيم الذي هو الأسرة وليس البيت. هي سور تحمي هذه الأسرة، فهنا أيضا هي تقوم بهذا الأمر من خلال بقائها في البيت، وهي ذات علم وذات شهادات وذات فهم وإدراك، من أجل أن تحافظ على أبنائها، تحافظ على أبنائها وتعلمهم ثم تطلقهم في المجتمع، وتحافظ على زوجها وتوجهه إذا احتاج التوجيه وتطلقه إلى المجتمع. فهي التي تصدر هؤلاء إلى الشارع أو إلى الخارج لحمل فكرة الإسلام ونقلها إلى الناس من خلال السلوكيات والممارسات. وأيضا ببقائها في البيت هي تحافظ على الجانب الاجتماعي، هناك الجارات، هناك الصديقات، هناك الأخوات، أيضا سوف تقوم بتوجيههن وإرشادهن وتعليمهن، فدورها عظيم جدا وليس دورا قليلا. بالعكس، المرأة عندما تخرج إلى الخارج وتختلط بالحياة في الخارج لن يكون عندها وقت لحمل فكرة الإسلام أو الدعوة إلى الله، لن يكون عندها هذا الوقت، لأنه صعب جدا أن تتواجد في البيت وفي الخارج بنفس القوة، بنفس الطاقة، بنفس العطاء. صحيح. وهناك الكثير من الفتيات الصغيرات التي بدأنا يكبرون، بدأنا يعين أكثر عن دورهن في المجتمع ودورهن في الدعوة إلى الله. نصيحتك لهؤلاء الفتيات الصغيرات كيف يبدأن في شق طريقهن إلى الدعوة إلى الله ومن عمر صغير جدا؟ الفتيات الصغيرات دائما ينقلن الصورة التي أخذناها عن الأم من البيت، لذلك نصيحتي لهن أن يتمسكن بما هن عليه من الخير، وأن يتمسكن بقوة بدورهن كنساء مسلمات حاملات للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو حاملات لدعوة الإسلام. فمن هذه القوة التي تستشعرها المرأة، ومن هذا المنطلق يجب أن تحمل هويتها كمسلمة، فتحافظ على حجابها. هذا أبرز شيء، لأن هذا الحجاب ليس مجرد غطاء، إنما هو هوية لهذا الدين الذي تحمله ولهذا الأمر الذي تدعو إليه. ثم تحاول أن تعيش في المجتمع هذا بما تحمله من أفكار الإسلام، بما تستطيعه وبما تدركه. هذا التمسك وهذان الخطان سوف يسيران بها بإذن الله تعالى في وسط هذا البحر الهائج من المغريات التي تتعرض لها في حياتها. صحيح. في الختام أستاذة خديجة، رسالتك إلى كل امرأة أو لكل امرأة إريترية تريد أن تدخل إلى الدعوة إلى الله. رسالتي لكل امرأة على الإطلاق أن تبدأ بالتعلم، لا تعتمد كثيرا على ما يحمله الرجل من علم، لأن دورها أن تتعلم هي أيضا لنفسها، وأن تتثقف لنفسها، وأن تفهم لنفسها، وأن تطبق كل شيء في الإسلام لنفسها أول شيء، ولا تؤجله ولا تترك هذا الدور للرجل. وأن تبدأ بالتعلم من خلال البحث عن الإجابة عن الأسئلة التي تحملها هي، ولا تتوسع كثيرا، لأن كل سؤال مع الحصول والبحث عن الإجابة عليه يبدأ يتراكم عندها العلم الكثير جدا. ثم بعد ذلك أنصحها بأن تثق بنفسها، وقبل ذلك أن تثق بالله سبحانه وتعالى أنه هو الذي سوف يعلمها ويرشدها ويستعملها فيما يحب ويرضى. إن شاء الله. فاللهم استخدمنا ولا تستبدلنا يا رب. شكرا لك أستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية ولايف كوتش في الحياة، كنت معنا اليوم في هذه الحلقة المميزة من الدعوة إلى الله. شكرا لكم مشاهدينا أيضا على حسن المتابعة والإصغاء. إن شاء الله يا رب تكون داعية إلى الله قولا وعملا. نلتقي وإياكم في عدد جديد من برنامجكم قوارير. إلى اللقاء.